اكتر مشاكل بتواجه الناس هي الارتجاع. بالنسبه للمريء زي ما حضرتك بتقول هو ده البوابه فعلا للجهاز الهضمي كله، يعني هو الاكل اللي بيدخل من البق على المريء وبعد كده يروح الجهاز الهضمي. اكتر مشاكل بتواجه الناس هي الارتجاع اللي هو الحرقان، الصمام بيبقى فيه مشكله، فالاكل بدل ما بينزل لتحت في الجهاز الهضمي بيرجع جزء منه على المريء، فبيسبب انه فرق في حاجه معينه كده، هي دي اللي بتعمل الحموضه او الاحساس ده. عشان نتفادى ده انه اولا نتجنب الاكل قبل النوم على طول، يعني لازم يبقى فيه على الاقل ساعتين قبل اخر وجبه من النوم، وطبعا ما ناكلش كميات كبيره لان الكميات الكبيره دي برضو بتساعد في موضوع الارتجاع، فاحنا ناكل كميات بسيطه على عدد اكتر من الوجبات، يعني بدل ما هم وجبتين 3 لا يبقوا 5 6 بس حجمهم قليل. طبعا التدخين ده لازم يقف، ده اكيد. برضو الاكل السبايسي والكافيين والحاجات دي كلها بتزود المشكله. مهم جدا ان لو حد يعاني من السمنه انه يقلل وزنه، لان السمنه في حد ذاتها من العوامل اللي بتسبب الارتجاع.